فقال لينج تجري لقدام ناحيه الممر، وقرر انه هيعطله بنفسه، ومن غير تردد كسر صندوق الطوارئ ومسك طفايه حريق كسلاح جديد، ولف يواجه الوحش بنظره بتقول انه خلاص تعب من الهروب علشان حياته، ورش الوحش مباشره في وشوشه الكتير وخلاه يصرخ من الم رهيب. ودفعه الرغوه نجحت فعلا وجمدت وشوش الوحش متعدده كانها تمثال بشع، وصاحبنا ما كانش مصدق حظه وبدا يتساءل لو كان فعلا قدر يسيطر عليه. هو فضل يرش وهو بيرجع لورا ومتاكد ان الحاجه دي هتفضل متجمده لاطول وقت ممكن. ومن عند الباب ينج كان بيتفرج عليه وهو صامد، وواضح انها بتحسب خطواتها الجايه، وبدات فعلا تسال نفسها هل تقدر اصلا تثق في الراجل ده انه يطلعهم هما الاثنين احياء. شافته واقف مكانه بطل مؤقت في سيناريو الكابوس المطلق ده، ولكنها بسرعه فكرت نفسها انها شتت انتباه الوحش قبل كده، فهم كده متعادلين تماما. وفي الاخر البنت لازم تتمسك بمبادئها، ومبادئها بوضوح هي انها تهتم بنفسها اولا. في نفس اللحظه طفايه الحريق بدات تتهته وتفضى وسابته من غير اي دفاع من جديد، فينج فورا دخلت من الباب وقفلت الباب وراها بقوه وسابته لمصيره. يا بنت الحربايه. وبكده ينج قفلت باب الممر اللي تحت الارض وقفلت القفل من غير لحظه تفكير، وسابت صاحبنا عالق تماما مع طفايه حريق بقت ملهاش لازمه ووحش غضبان جدا. الرغوه على جسم الكائن بدات تتشقق وتقع وهو بيزقر وراجع الحياه، وكل الشجاعه الجديده اللي كانت عنده اتبخرت فورا، فلف وجري في الطرقه والوحش الضخم بيجري وراه عيونه الحمراء المنوره متثبته على هدفه. ولمح باب تاني فرصته الوحيده انه يتجنب يبقى ديكور دايم في اللوبي، واندفع ناحيه المقبض بكل اخر ذره طاقه فاضله عنده، وبالعافيه قدر يرمي نفسه جوه ويقفل الباب بقوه. في اخر لحظه وهو ساند على الحيطه اخيرا لقى ثانيه ياخد انفاسه فيها، وافتكر انه بقى في امان فعلا قبل ما يشوف سرب جديد من الطفيليات بيعدي بسرعه قدام مخبأه الجديد. ومع اقتراب السرب بسرعه منه صاحبنا عرف ان الوقت خلص تماما، فبص من ورا الباب وادى ينجي عنوان امه اخر امل وحيد عنده، وفضل يترجاها بس انها تطمن لو كانت امه كويسه. دي كانت اخر وصيه عنده. بعدها لف علشان يواجه الحشد وملامحه اتغيرت لعزم قاتم ونهائي، لانه لو هيموت فمش هيخلي الموضوع سهل عليهم. وحتى والكائنات بقت فوقه تقريبا وصراخها مال الطرقه، وبدا يضرب بعشوائيه وخبط واحد منهم في الحيطه بكل قوه يائسه عنده. وعلى الناحيه الثانيه ينج كان متجمده وكلامه عن امه بيرن في دماغها، ما قدرتش تمنع نفسها من التفكير كانت هتعمل ايه لو ابنها هي اللي كان بره. وفي تحول صادم ضميرها كسب فعلا وصحي، وبدات بعصبيه تحاول تفتح الباب، واخيرا شدت الباب وفتحته وعينيها توسعت من الصدمه المطلقه بسبب اللي شافته، لان صاحبنا كان اتصاب بالفعل. كان في مجس بشع ملفوف باحكام حوالين وشه ووقع فورا على الارض، والطفيلي كان واضح انه بيسيطر عليه خلال ثواني. ينج استوعبت برعب متزايد انه كان ميت ماشي طول الوقت ده، واتجمدت ثانيه كامله بتحاول تستوعب التحول الفظيع في القدر ده. وفي نفس اللحظه الوحش طلع زئير غاضب واندفع مباشره ناحيه فتحه الباب، وفي محاوله اخيره مسكت جسم بطلنا وبدات تجره لجوه، وهي بتقول لنفسها انه بما انه تعض خلاص مفيش فايده انها تسيبه ورا، وخدت حتى عهد جاد على نفسها انها تلاقي امه بس علشان تحسس نفسها انها بتعمل حاجه كويسه، وهي في الحقيقه بتستخدم جسمه اللي بيموت علشان يسند الباب شويه اطول. ينج كانت ماسكه الباب مقفول بجسم صاحبنا وبتتساءل لو كان ده اخيرا رد القدر على اللي عملته، والوحش بيخبط في الحاجز وهي تقريبا اتقبلت ان دي نهايتها. ولكن بالظبط قبل ما يكسر الباب ازازه طارت من ولا مكان وخبطت في وش الكائن ووقفته مكانه لثانيه، وده ساب ينج مذهوله تماما مش فاهمه الازازه دي جت منين اصلا. ووقتها بنشوف راجل تاني بيفتح ازازه بكل هدوء كانه في ساعه سعيده جوه الجحيم. طلع انه عامل توصيل عشوائي شكله عدى عليه يوم سيء جدا جدا، وينج ما قدرتش غير انها تبص له بعدم تصديق والدموع نازله على وشها من الانقاذ الغريب ده. الوحش بدا يطلع دخان وهو السائل بيحرق لحمه البشع، بينما الراجل الجديد شرب باقي الازازه بابتسامه مجنونه تماما. الراجل ده كان غضبان جدا وبيشتكي ان الوحش ضيع عليه مشروبه الغالي، وفضل يزعق للكائن علشان ضيع اخر مشروب كويس عنده، ودي طبعا اولويه من اعلى مستوى. ولف ناحيه ينج وسالها بهدوء لو كانت كويسه. كان ده يوم 3 عادي، وبعدها قال لها ان في ملجأ في الدور الاخير وانها تتجاهل جسم بطلنا. هي كانت لسه منهاره تماما لكنها وافقت، وغالبا كان بتسال نفسها لو كان ينفع تثق في السكير العشوائي ده. بعدها قال لها تقفل الباب وتستخبى وهو هيتعامل مع الوحش العملاق
العملاق، ومع زئير الكائن الغاضب اندفع ناحية هدفه الجديد، ولكن الراجل الغامض ابتسم ابتسامة مجنونة وقال ان وقت النار جه، ومد ايده في جيبه مستعد ينفذ خطة نارية عبقرية قبل ما يكتشف انه مش لاقي الولاعة. لحظة فشل مذهلة بجد. الراجل الجديد استوعب ان شنطته كانت قطعت، وده فسر مشكلة الولاعة كلها. وفي الوقت نفسه ينج كانت باصة لجسم بطلنا وبتتساءل ازاي لسه ما تحولش لوحش. قررت انها ما تقدرش تخاطر، وبدأت تزق جسمه المصاب بره الباب، ولكنها ترددت لجزء من الثانية ولحظة ضمير قصيرة، وفي الاخر ملهاش اي لازمة قبل ما عامل التوصيل يبدأ يصرخ لها من الناحية التانية للباب، وبيترجاها بيأس تساعده يلاقي ولاعة، والوحش بيقرب منه من وراه. الكائن هجم، لكن طلع ان صاحبنا الجديد بطل قتال حر في المدينة تفادى ضربة مجس بسهولة، مثبتا انه مش مجرد عامل توصيل عادي، لانه كمان كان بطل ملاكمة على مستوى المحافظة، وكان دايما بيجيب اعلى درجات في التدريب البدني. ودلوقتي الراجل ده وانج تشي مستعد يتقاتل بايديه مع وحش كابوسي حرفيا. وبزئير غاضب وانج تشي صرخ انه مش خايف من فرد امن متضخم، ووقف في وش الوحش الضخم مستعد يشتبك معاه بايديه العريانه. وصرخ لينج تفتش في جيوب بطلنا على امل تلاقي ولاعه، لانه عارف انهم هيتدمروا تماما لو ما قدرش يولع اي نار. وموضوع الولاعه كله رجعه لفلاش باك لوقت اظلم بكتير في حياته، لما كان مدمن كحول غاضب بيقلب شقته راسا على عقب علشان يلاقي سجارة، ولما ما قدرش يلاقي واحدة بدأ يشرب الويسكي الحرام من الإزازة. ومراته وابنه بيتفرجوا عليه مرعوبين من ركن الأوضة، ونادى على مراته وهو سكران، ووشه كان قناع من غضب مجنون صافي. وقبل ما يكسر الإزازة على راسها كاشفا عن ماضي الوحش تماما، طلع إنه في الماضي كان سكير عنيف بيصرخ في مراته المرعوبة بسبب ولاعة ضايعة، ودخل في وشها وتعابيره كلها غضب منفلت، واتهمها إنها مخبياها عنه كأنها لعبة مريضة، بينما ابنه الصغير ما كانش قادر غير انه يتفرج برعب مشلول. بعدها كسر على راسها ازازة تانية وهو بيناديهم الاتنين بالفشلة اللي مالهمش لازمة، وقبل ما يرمي كمان ازازة ناحية ابنه هو شخصيا فاقد السيطرة تماما كان بيصرخ انهم عايشين عليه وبياكلوا من اكله، فأقل حاجة يعملوها انهم يلاقوا ولعته، وبيسألهم هم لازمتهم ايه اصلا. ومراته ما قدرتش غير انها تحمي ابنهم بجسمها، وهي الاهانة والضرب مستمرين، والذكرى انتهت وهو بيظهر فيهم انهم يلاقوها، وانعكاسه كان وحش كامل. وفي الحاضر ينج كانت بتفتش جيوب صاحبنا بيأس على اي ولاعة، وفعلا لقيتها، وده سابها مذهولة تماما من التحول المستحيل ده في الاحداث. كانت مش فاهمة ازاي هو لسه متحولش لوحش مع انه مصاب. وفجأة بطلنا قعد حي جدا وباين عليه هادي بشكل مفاجئ، وشرح بكل بساطة انه دايما شايل ولاعة معاه، كاشفا عن جانب منه اقوى بكتير من الموظف اللي شفناه قبل كده. ينج صرخت فيه يسرع ويدي الولاعة لعامل التوصيل، وده لفت انتباه وانج تشي وهو في نص قتاله مع الكائن. وصاحبنا فتح الولاعة وقال لوانج تشي يستعد يرمي الازايز، وعامل التوصيل استوعب بصدمة ان الدعم اللي معاه مش جثة في الاخر. وانج تشي تفادى هجمات الوحش بخبرة، مثبتا انه اكتر بكتير من مجرد كلام، ولكن الكائن كان بيغضب اكتر مع كل ضربة فاشلة، وبيضرب مجساته الضخمة بغضب اعمى في الارض. ولما شاف فرصته وانج تشي صرخ في صاحبنا انه يتحرك، والواد رمى الولاعة المولعة مباشرة في خط النار. الولاعة خبطت في الازازة وخلقت كرة نار ضخمة لحظة الاصطدام، وبلعت الوحش بالكامل في جحيم مشتعل من العدالة الصافية. الكائن طلع صرخة مرعبة بينما جسمه البشع بدأ يدوب، وساب الناجين الثلاثة واقفين بيتفرجوا على عرض الرعب المطلق اللي بيتكشف قدامهم. جسمه كان بيتحول لفوضى بتغلي ولسه بيزقر من ألم صافي ومطلق، ومع احتراق الوحش لغايه ما بقى فحم. الناجين الثلاثه ما قدروش غير انهم يتفرجوا على نار مشاكلهم وهي مولعه. وينج سالت لو كان الموضوع خلص اخيرا، بينما صاحبنا فضل يحضك ولسه متغطي بدم ولحم شخص تاني. ووانج تشي تفاخر بثقه وقال طبعا خلص، لان دي مش اول مره يشوي فيها وحش. وحتى هز راسه لبطلنا باعجاب، واضح انه انبهر برميه الولاعه الجريئه. وبعدها عرف نفسه وقال انه وانج تشي، وحاول يسلم عليه كانهم لسه قافلين صفقة شغل. لكن صاحبنا قال له فجأة استنى، وعينيه ثابتة على البقايا اللي بتدخن على الأرض. ده خلى وانج تشي اتلخبط تماما ومش فاهم ايه المشكلة دلوقتي طالما الحاجة ماتت، لحد ما بطلنا وضح ان مشكلتهم الصغيرة مش ميتة زي ما كانوا فاكرين. طلع ان كمة اللزوجة المحروقة بتتجمع تاني وبتتحول لكائن جديد مقرف، وبدأ يطلع صوت غريب وهو بيقول قد ايه بيحب الحرارة، وده فعلا تطور مرعب. والوحش ده كركر وقال
ان النار كانت درجة حرارتها مثالية ليه، بينما جسمه اللزج بدأ يتمدد بسرعة ويتشكل لحاجة أسوأ بكتير. وينج كانت باصة بعدم تصديق كامل لحظهم الكارثي، طلع ان النار فعلا حفزت تطوره الجاي، وده طبعا تطور ممتاز جدا بالنسبة لهم. والتلاتة ما قدروش غير انهم يتفرجوا والكائن بيكبر ويتحول لكابوس جديد تماما. وحتى وانج تشي بدأ يعرق بغزارة، مستوعب ان الحاجة ديت اكبر من مستواه بكتير، ففورا صرخ في الكل يجروا طول ما هم لسه يقدروا. ولكن كان خلاص فات الاوان، لان الوحش طلع زئير يصم الودان، اطلق موجة صادمة عدت على التلاتة وقفتهم مكانهم فورا. وفي لحظة عيونهم كلهم بدأت تنور بضوء احمر شرير. صاحبنا فجأة اتحبس جوه عقله، وصوت غريب بدأ يكلمه وبدأ يسخر منه، كاشفا انه حاسس بأعمق خوف بدائي جواه. والصوت شجعه انه يسيب نفسه ويطلع كل الرعب ده مرة واحدة. وعده انه لو استسلم هياخد مكافأة خاصة جدا على معاناته، لانه على وشك يستلم هدية هتغير له كل حاجة تماما. تطور كامل، وجسمه المصاب بدأ يتلوي ويتحول لحاجة جديدة تماما. وفي نفس الوقت وانج تشي اتسحب جوه فلاش باك من جحيمه الشخصي، وهو فاكر نظرة الرعب المطلقة على وش مراته خلال واحدة من نوبات غضبه. شافها وهي بتحمي ابنهم بيأس من انفجاره العنيف وهو سكران، وافتكر الوحش المطلق اللي كانوا زمان وعينيه مليانين غضب غير انساني صافي. لكن جوه عقله صاحبنا قدر يرفض الموضوع النفسي بشكل قاطع. رجع بذاكرته للحظات اللي كان بيتضرب فيها، واستوعب ان الخوف مش قوة مطلقة ملهاش حل، ده مجرد متغير تاني في المعادلة، حاجة يقدر يتعلم يسيطر عليها. وبنظرة باردة قرر انه مش هيسمح لوحش نفسي انه يكسره، فوجه الوحش كل غضبه على وانج تشي وصرخ انه هو الوحش الحقيقي هنا. صاحبنا ثبت مكانه، والموجة النفسية كأنها بتتلاشى حواليه من غير ما تضره، لكن الكائن ما كانش خلص، وبعت موجة تانية من الهجمات العقلية مباشرة ناحية راسه، وهو اسنانه على بعضه وعداها رافض ينهار تحت الضغط. وفي الوقت نفسه وانج تشي كان غرقان تماما في ماضيه، وبيترجى عيلته بشكل مثير للشفقة انهم ما يسيبوهوش، بينما مراته المرعوبة ما قدرتش غير انها تصرخ فيه يبعد عنها وعن ابنهم. وصاحبنا ثبت جوه عقله مستوعب انه الوحيد اللي مش بيفقد السيطرة تماما، بينما الوحش كشف انه جعان لمشاعرهم، ودي فكرة طبعا مريحة جدا. فورا استهدف الناجين التانيين اللي لسه مشلولين من الهجوم النفسي، وبعت مجس يضرب مباشرة ناحية راس يانج، وهي استعدت للنهاية المحتومة. والكائن فوقهم جاهز يتغذى على رعبهم ويحولهم لوجبة خفيفة. لكن بطلنا كان بيتفرج بتعبير بارد ومحسوب، وخوفه اختفى تماما. ومع خروج مجس تاني علشان يخلص على وانج تشي اتحرك اخيرا واعترض الهجوم بايده العريانة، وسحق طرف المجس لفوضى لزجة ضاغطا عليه بقوة مستحيلة وبيدمرها تماما من غير ما يرمش حتى. وده ساب الوحش الاساسي مذهول تماما ان هجومه اتصد كده بكل بساطة. صاحبنا كان الوحيد اللي لسه واقف ثابت تماما، بينما المجسات النفسية اتسحبت من التانيين وايده بقت كتلة دموية من سحق الزوائد. ولكنه بوضوح عنده مشاكل اكبر. الوحش سخر منه وسأله لو كان اخيرا مستعد يحس بمشاعر حقيقية دلوقتي، لكن بطلنا حدق فيه وتعبيره قناع بارد من التحدي الصافي اللي مستحيل ينكسر. وجوه راسه الكائن حاول يكسره ووراه انعكاس الوحش الداخلي اللي جواه، لكنه واجهه بصرخة وقال للوحش النفسي انها تقرب وتجرب. طلع انه بياخد ضربات طول حياته من وهو طفل صغير، وتعلم بدري ان افضل طريقة للنجاة هي انه ما يحسش باي حاجة خالص. والتحدي الخام ده عجب الوحش فعلا، وبدأ يكركر ان الشعور الجديد ده لطيف جدا، لانه واضح انه فهم ان صاحبنا كان كاتم جواه عمر كامل من الغضب الصافي طول الوقت، واترمى في ذكرى وهو طفل بيتضرب بعنف من متنمر وما قدرش يمنع نفسه من العياط، وده على ما يبدو كان اسوأ حاجة ممكن يعملها. المعذب بتاعه سخر منه وقال ان رؤيته وهو بيعيط بتخليه عاوز يضربه اكتر، فاداله ضربة تانية على وشه لانه اتجرأ يبين اي ضعف. الراجل ده فضل يصرخ فيه يمسك دموعه ويبطل يتصرف كأنه طفل رضيع، لكن الواد كان لسه بينهار وبيعيط، وده خلى اللي بيعذبه يغضب اكتر لحد ما هدده انه هيجر امه في الموضوع لو ما وقفش فورا. وفي لحظة الدموع نشفت فورا واتبدلت بنظرة باردة وفاضية. المتنمر نفسه انبهر بده لما شاف العزيمة الجديدة الميتة في عين الواد، وده بالظبط الشعور اللي الوحش بيتغذى عليه بسعادة في الحاضر. وايده متدمرة تماما، صاحبنا متأثرش بالألم حتى، وبدل كده
كده جري في الطرقه علشان يسحب الوحش بعيد عن الباقيين. وانج تشي فضل يتفرج عليه وهو بيجري مذهول تماما من رغبه الواد المفاجاه في الموت، ومش فاهم ازاي حد ممكن يكون متهور كده في موقف زي ده. هو هز ينج محاولا يفوقها من غيبوبتها النفسيه وهي على الارض، واخيرا صحيت مذهوله تماما وبتحاول تفتكر ايه اللي حصل. وانج تشي اعترف ان هجوم الوحش رجع له ذكريات مؤلمه جدا، ومع كده ما يقدرش يقف يتفرج على بطلنا وهو بيرمي نفسه للموت. في اللحظه دي قرر انه لازم يروح يساعده مهما حصل. وينج قالت له ينقذ نفسه خلاص، لكنه كان خلاص خد قراره وما كانش قدامها غير انها تتفرج برعب وهو بيبدا ينفذ خطته الخطيره جدا. صاحبنا كان بيجري في الطرقه ساحب الوحش وراه في مطارده مجنونه، وفكر انه بما ان الحرق فشل بشكل كارثي يمكن العكس ينجح، ففضل يجري والكائن وراه مباشره مستدرجه اكتر جوه الممر. رهانه الكبير الوحيد كان باب في اخر الطرقه، اخر فرصه ممكنه ليه. وطلع الباب ده لفريزر ضخم يدخل فيه الواحد. فكرة عبقرية جدا على الورق. هو ضغط على الزرار علشان يدخل وهو بيتمنى يحبس الوحش الضخم في البرد، ولكن الكائن كان سريع جدا وحاصره في اللحظة اللي فتح فيها الباب. هو ثبته في الحيطة، والبرد المفاجئ حفز تحول جديد، والوحش اللي بدأ يتجمد ظهر انه جعان لمشاعره. تطور رائع جدا طبعا. والوحش فوقه مباشرة. صاحبنا نزل درجة الفريزر لأقصى حد على أمل ان برودة سالب 35 درجة تكفي وتعمل المطلوب. ومجسات الكائن اللزجة بدأت فورا تتبلور في الهواء تحت الصفر، وجسمه كله بدأ يتشقق ويتكسر زي تمثال تلج رخيص. وده كان مؤشر كويس ان فخ الفريزر العبقري بتاعه نجح اخيرا ولو لمرة. هو افتكر ازاي رغوة طفاية الحريق نفعت قبل كده وجمدت الوحش اللي فات، ولكنه كان عارف ان ده غالبا حل مؤقت قبل ما يسيح تاني. فشاف سلاح مرتجل مثالي متعلق على بعد خطوات قليلة. مسك قطعة لحم ضخمة مجمدة واستخدمها كأنها فاس قتال، وبضربة غاضبة كسر الوحش المتجمد لمليون حتة تلج ونزل بخطاف اللحم بكل قوته وفتت الكائن المتجمد تماما. بقاياه بقت مجرد شظايا تلج ومجسات متناثرة على أرضية الفريزر، وهو واقف فوق الفوضى دي حاول ياخد أنفاسه بعد المحاولة اليائسة الأخيرة، وسمح لنفسه للحظة يصدق إن الكابوس خلص أخيرا. ولكن طبعا القطع المكسورة بدأت فورا تتحرك وتتجمع قدام عينيه، وفي اللحظة دي بالظبط استوعب ان خطة الفريزر العبقرية بتاعته خلت الدنيا اسوأ بكتير. وقبل ما يلحق يتصرف المجسات الجديدة طلعت بسرعة واتلفت حوالين جسمه بحكام، وكل اللي قدر يعمله انه يطلع شهقة مكتومة، والمجس اللزج بدأ يشد قبضته عليه. الحاجة دي لفت حوالين رقبته وقطعت عنه الهواء بقوة ساحقة وسابته يتساءل هل دي فعلا الطريقة اللي هيموت بيها بعد كل القتال ده وقبل ما يتحول لأكل وحوش. وانج تشي دخل المشهد بفاس حريق موجود في التوقيت المناسب جدا وبدأ يقطع مجسات الكائن، وواضح انه مش عاجباه اختياراته في الحياة. وبصرخة غضب فضل يضرب ويضرب مصمم يحول الحاجة دي لكومة لزجة، وده اللي عمله فعلا. هو قطع الوحش القطع كتير بتترعش على أرضية الفريزر، وبطلنا ما قدرش غير انه يتفرج على عامل التوصيل وهو بيفك الكائن الكابوس لوحده. ووانج تشي اخيرا لقط انفاسه واقف فوق بقايا شغله الفوضوي جدا، ولف يطمن على صاحبنا وسأله لو كان كويس بعد تجربة الموت القريبة دي كلها. لكن بطلنا قال بس انه كويس، وتعبيره فجأة بقى جاد وكئيب لسبب معين. طلع انه استوعب ان عندهم مشكلة اهم شوية من احشاء الوحوش على الارض، لانهم في وسط قتالهم البطولي نجحوا انهم يحبسوا نفسهم جوه الفريزر، وبعد ما تعاملوا اخيرا مع الوحش بقوا عالقين جوه نفس الفريزر اللي استخدموه كفخ. والترموستات ركب سماعات المهم، والترموستات اكد مشكلتهم الجديدة سالب 35 درجة مئوية. صاحبنا كان بدأ يرتعش بالفعل ونفسه بيتحول لضباب متجمد في الهواء القارس، بينما وانج تشي فضل يضغط بجنون على لوحة التحكم المكسورة مستوعب انهم محبوسين تماما. هو قاعد على الارض متقبل السخرية العظيمة من انهم ينجوا من وحش بس علشان يموتوا متجمدين. ولف البطلنا وسأله هو عرف ازاي اصلا انه يستدرج الكائن ده لفريزر، لكن الواد قعد في صمت تام حتى مكلفش نفسه يرفع عينه من على الارض، وبعدها قال له ببرود يوفر طاقته ويبطل كلام علشان يحافظ على حرارة جسمه. وده ساب عامل التوصيل مذهول تماما من انعدام المهارات الاجتماعية عند الواد ده، ولكنه حاول تاني وسأل بطلنا هيروح فين لو خرجوا احياء فعلا. صاحبنا اتكلم اخيرا وقال لوانج تشي انه المفروض يروح بيته لو خرجوا، وده خلى عامل التوصيل يضحك وقال له انهم بقوا شبه
بيها اصحاب حرب دلوقتي، فسالوا خطه وانج تشي الكبيره بعد نهايه العالم ايه اصلا، وطلع ان الراجل في مهمه انتقام كلاسيكيه علشان ينتقم لاخوه، وبيقول ان ده الحاجه الوحيده اللي مخليه يكمل وسط الفوضى دي كلها. بطلنا رفع عينيه وبصله مستوعب الخلفيه المأساويه المفاجاه ديت اللحظه قبل ما وانج تشي يساله عن اسمه، والواد بدا كانه متفاجئ من السؤال، وبعد صمت طويل ومحرج عرف نفسه اخيرا باسم شياو جي. وانج تشي شاف فيه حليف محتمل واقترح انهم يتعاونوا لو نجوا من الفريزر ده، ولكن شياو جي بصله بنظره ميته من غير ما يقدم اي رد. وفي اللحظه اللي كانوا خلاص على وشك يبقوا ايس كريم، باب الفريزر اتفتح فجأة بصوت صرير. وده كان ملخص حلقة النهاردة. اعملوا لايك بقى واشتركوا علشان تشوفوا فيديوهات اكتر. نشوفكم المرة الجاية، وكان معكم تركي. سلام.